يؤسسها محيط العاهل المغربي للحصول على رشا في مجال العقارات. ومن تلك الوثائق برقية من القنصلية الأمريكية في الدار البيضاء مؤرخة في ديسمبر 2009 تحت عنوان ضغوط القصر تؤثر على قطاع العقارات. تروي الوثيقة سرية تجربة رجل أعمال منع من الاستثمار في مشروع عقاري في المغرب بعد رفضه مشاركة مؤسسة تابعة كما يبدو للأسرة الحاكمة، ثم سمح لمشروعه بالانطلاق بعد قبوله بتنظيم زيارة لإحدى دول الخليج حيث تربطه علاقات قوية لمحاولة تشجيع الاستثمار في المغرب. كما تشير البرقية إلى حديث مع من تصفه بمقاول مهم ذكر خلاله أن القصر يستخدم المؤسسات الكبرى للضغط من أجل الحصول على رشا في القطاع العقاري. ووفقا للمتحدث فإن القرارات في مجال الاستثمارات في المغرب يتخذها 3 أشخاص هم فؤاد علي الهمة الوزير المنتدب السابق في وزارة الداخلية ومؤسس حزب الأصالة والمعاصرة ومدير مكتب الملك والملك نفسه.